النهارده احنا في شارع من اقدم الشوارع اللي موجوده في مصر وموجوده في القاهره، شارع محمد علي اللي مشهور بالالات الموسيقيه. بس احنا النهارده مش هنصور الالات الموسيقيه، احنا النهارده هنصور بيعمل كبده 100 100. الراجل ده صح الصح والكبده صح الصح. انت مال امك، مال امك انت. عربيه كبده وسجق من اقدم عربيات الكبده والسجق اللي موجوده في مصر واللي موجوده هنا في العالم. خليك معانا عشان تعرف حكايه الكبده والسجق وتعرف بتتعمل ازاي وتعرف سر الصنعه. خليك معانا وهتروح في اي حته. النهارده احنا في شارع محمد علي وجينا هنا على عربيه الكبده والسجق هنا اللي هنعرف سر خلطه او سر صنعه الكبده والسجق بتتعمل ازاي، وهنعرف كل حاجه مع بعض دلوقتي من اول ما الكبده والسجق بيتعملوا لحد ما انت بتيجي تاكلهم، الاكله اللي الشعب المصري كله بياكلها. وعشان نعرف كل حاجه عن الكبده والسجق، السلام عليكم. باشا يا ريس كله تمام؟ كله تمام. الاول انا عايز اعرف انتوا بتقفوا هنا العربيه هنا موجوده بقالها قد ايه؟ احنا في الشغلانه ديت بقالنا 15 سنه. 15 سنه هنا. الحمد لله يعني. الحمد لله. تعمل كبده وسجق بس ولا كبده وكفته وسجق وبطاطس؟ نعرف ده انت كنت بتقول سر الخلطه، ممكن نعرف ايه سر الخلطه دي؟ دي سر الخلطه ديت الحاجه اللي بتعملها دي من البيت. طب توم على فلفل على الدقه وهي دي برضو هي الريحه باين. يعني دي سر الخلطه بقى انتوا اللي عاملينها صح كده؟ صح كده صح. اشمعنى الصنعه دي اللي انت حبيتها ولا انت عشان الحاج شغالها؟ هي الشغلانه بتاعتنا ديت ابا عن جد. انا اتولدت لقيت ابويا برضو شغال فيها. كان برضو خال ابويا برضو شغال فيها، كان جدي برضو كان في الشغلانه ديت. يعني احنا اساس العيله كلها اصلا شغاله في الشغلانه وعلى طول موجودين هنا في العتبه. الحمد لله على طول برضو موجودين. انتوا مثلا اسسناها يعني من وانا صغير مع ابويا، كنا بنقف الاول على ترابيزه خشب صغيره. وبعد كده عملنا باترينا برضو صغيره، بعد كده الحمد لله ربنا كرمنا باترينا، وربنا يكرمنا المرحله الجايه نفتح محل ان شاء الله. ان شاء الله يبقى اكبر محل في مصر باذن الله. حاجتنا كلها نظيفه اصلا. الكفته بنعملها في البيت، الطحينه برضو بعملها برضو في البيت. يعني ما بعملش اي حاجه هنا، ما بعملش بس غير ان انا اقطع السلطه بس هنا. الكفته احنا اللي بنعملها على ايدينا، مش بنجيب الكفته جاهزه. والكبده برضو نفس الكلام برضو، يعني بنجيب كبده نظيفه، ما بنجيبش كبده اي كلام. لان الكبده دي منها برضو بيبقى درجات برضو. الحمد لله بنجيب اعلى درجه. يعني معلش برضو اللي ما يعرفش، يعني انا برضو يعني ما اعرفش يعني انا مش يعني ايه كبده درجات؟ مش هضحك عليك واقول لك ان انا بشتغل بكبده بلدي. انا بشتغل بكبده مستورده، بس الكبده برضو مستورده نظيفه. تمام. هي اعلى حاجه يعني. ايوه. لا انا اللي عايز افهمه يعني نقطه الكبده درجات دي اللي هو ايه بالظبط؟ عشان في منها مثلا انواع، مثلا اللي هو الهندي البرازيلي الامريكي الحاجات ديت. فانت اللي هو بتجيب احسن بنجيب انضف حاجه واحسن حاجه الحمد لله. اللي هي ايه؟ الحمد لله. في زباين كل ما بتنزل العتبه لازم تعدي علينا. هي اصلا الفاترينا يعني شكلها حلو، وده اللي لفت النظر واحنا ماشيين. اهم حاجه النظافه. صح. دي اهم حاجه، مش عك واقلب والشغلانه ديت، لا. صح. والله اهم حاجه في الشغلانه ديت هي النظافه. بس ان انت تكون واقف نضيف وبتراعي ربنا في الاكل عيشك وبتراعي ربنا في شغلك، دي اهم حاجه. صح. بس وبعدين الزبون اصلا لما بيخش على النظافه. ايوه ما هو بالظبط لعلمك والله. وده اللي لفت نظرنا لما احنا خدنا بالنا من العربيه، واللي خلاني يعني نطلب منك ان انا اصور معاك. طب ممكن اعرف بقى انت بتقف الساعه كام؟ احنا بنفتح من الساعه 10 الصبح وبنخلص الساعه 10 بالليل. يعني انت من 10 ل 10 موجود؟ من 10 ل 10. انا اللي ببقى موجود الصبح، وابويا بعد كده بيجي بعد العصر هو اللي بيستلم مني. يقف هو بقى؟ هو اللي بيقف برضه. طب وانت خليش اي حد غريب يقف مكاننا، انا وابويا بس. لان خلاص الزبون اللي بقى بيجي لنا دلوقتي اتعود اللي هو ياكل من ابويا، واتعود اللي هو برضه ياكل مني. فانت لو في حد جبناه صنايعي يقف مثلا معانا مسك المقصوصه ديت يقول لك لا انا عايز فاروق، ابو فاروق هو اللي يعبي لي الاكل. ايوه فهمت. طب وانتوا يعني انتوا كل واحد فيكم انتوا الاثنين ليه زبونه؟ ولا ما هو كل واحد برضه بيبقى ليه زبون، وابويا برضه ليه زبون وانا برضه ليا زبون. طيب هو الاكل ده اصلا عامه بيبقى نفس. طبعا. يعني ابويا بيبقى ليه نفس في الاكل، وانا برضه بيبقى ليا برضه نفس في الاكل. طبعا. في زبون يجي يقول لي ابو فاروق مش موجود، اقول له انا اللي موجود، يقول لي خلاص انا هستنى لما هو يجي. هو سبحان الله النفس اهم حاجه. ايوه صح. طب هو والاكل كل واحد عامه يعني. ايوه اكيد، بس النفس فعلا هو اللي بيفرق صح حد عن حد. طب تسويه الكبده والسجق وكده بتاخد منك وقت قد ايه؟ لا الكبده عامه ما بتاخدش وقت، يعني عامه بعمل مشكل كبده على كفته على سجق. انت اصلا بتبقى بعمل الثلاثه ميكس على بعض، كبده وكفته وسجق. وانت بتبقى جايب الحاجه اصلا على السوا بس؟ انا ببقى جايب الحاجه من البيت عامه، يعني انا الحاجه دي بجيبها من عشان انا اصلا ما عنديش ثلاجه والمكان وكده، والمكان ضيق عندنا يعني وكده، فما عنديش ثلاجه. بس برضو عندي ايس بوكس شايله هنا ورا بشيل برضو فيه الضغط. بس عامه البضاعه بجيبها من بالليل بروح بيها بحطها في الفريزر، وبصحى الصبح بدري كده بخلص الكفته وبخلص كل حاجه. منك بقى الاسعار، يعني سعر السندوتش كام والطلب كام؟
يعني انا مثلا عندي رغيف بيبدا من 20، تمام. من اول 20 25 30. والطلب الطلب عندي بيبدا ب 50 وب 60 وب 70. 50 الطلب و60 عندي و70. بنزله مشكل كبده على كفته على سجق، 3 ترغيفه، طبق بطاطس وطحينه وسلطه، والمخلل طبعا انا حاطه على الترابيزات. ايوه ايوه. حتى المخلل برضه بيتي، يعني ما بجيبش برضه مخلل اي كلام. حلو المخلل ده، بحبه. المخلل برضه اهم حاجه. أيوة. طب انت عندك كام سنه بقى؟ انا عندي 29 سنه. ربنا يديك طول العمر ان شاء الله. مش متجوز لسه صح؟ لا لسه الحمد لله، ربنا ان شاء الله قريب باذن الله. باذن الله. بس خاطب بس. طب ربنا يخليها لك يا رب. يا رب. وايه يعني نفرح كده بفرحك قريب باذن الله. باذن الله. طب برضه انا مش هطول عليك عشان انت بقى تشوف اللي وراك ان شاء الله يعني. فانا بس كنت عايز اعرف يعني هي انت بتجيب الحاجه بتجمدها عندك في البيت وتجيبها بقى على التسويه بس؟ انا بجيب الحاجه اليوم بيومها، ما آه. بجيبش الحاجه مثلا ان انا اخزنها برضه، لا آه. بجيب الحاجه اليوم بيومها. يعني ابويا لما بيجي لي هنا بعد العصر انا بخش السوق جوه، بجيب مثلا الكبده لتاني يوم، بجيب الكفته لتاني يوم، بجيب الطحينه السمسم، ما بجيبش الطحينه اللي هي الخليط ديت. بجيب الحاجات النظيفه دي اهم حاجه، وتبقى الحاجه على التسويه بس عشان لما انزل الصبح يكون كل حاجه عندي جاهزه، لان انا اصلا أيوة. مش معايا الصنايعي اللي معايا مريح كده شويه، كمان اللي واقف لوحدي في الشغل. طب بس. ربنا يزيدك يعني ويوسع رب. عليك باذن الله. واخر حاجه بقى عشان نسيبك، يعني لو تقول للكاميرا مكانك هنا فين بالظبط؟ مكاني في شارع محمد علي قدام حامد موسى، عماره 172. طب اول شارع محمد علي، يعني العنوان بتاعي ما يطولش، يعني ابو فاروق مشهور الحمد لله في العتبه كلها. طيب الحمد لو لله. سالت اي حد يعني او فين ابو فاروق بتاع الكبده 1000 واحد هيدلك. طيب. الحمد لله احنا معروفين برضو زي الفل. طب وفي دليفري او اي حاجه ولا؟ لا لسه؟ للاسف مش معايا والله دليفري. خلاص ماشي، انا اتبسطت بالحلقه دي والله. ربنا يخليك. وان شاء الله اجي لك بقى المره الجايه وانت اكبر محل كبده وسجق باذن في الله مصر المره كلها. الجايه تيجي تنورنا في المحل بقى. ان شاء الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله. حبيبي، السلام عليكم. ربنا يخليك.